السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم ياسمين. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة البنينة بالبزاف، وصفة اقتصادية بسيطة وتوجد بالخف وتاني كما نقولوا صيفية. مالك غير انك تتبع الوصفة وتشوفي الطريقة اللي راح ندير بها هذه الأكلة، حقيقة بنينة بالبزاف. يلا نبداو على بركة الله. هنايا اول حاجة نجيبو كمية تاع الطوماطيش، نسحقو كمية تاع الطوماطيش تكون شوية بزاف، الخضر هي الاساس تاع هذه الاكله، هي والبطاطا. نجيب الطوماطيش تاعي هنا باش تسهل لك كيفاش تنحي لها هذاك القشره تاعها من الفوق. جيبي كسرونه تاعك ولا قدره تكون صغيره، حطي فيها كميه تاع الماء وخليها حتى تغلي مليح، ومن بعد رمي هذيك الطوماطيش من بعد ما تنحي لها هذاك الراس تاعها، فتحيها من تحت ودخليها لداخل، خليها حوالي 10 دقائق في الماء سخون، يعني ما يكونش الماء يغلي، هو غير يغلي نطفي لها، رمي هذيك الطوماطيش راح تشوفيها هذيك القشره راح كما نقولوا راح تنفصل على الحبه تاع الطوماطيش، وتجيك سهله في الخدمه كما راكي تلاحظي هكذايا. نحيهم ومن بعد نجيبوا اللوحه تاعنا باش نبداو نقطعوا طوماطيش. هنا ما نسحقوهاش تكون مسكرفجه، لازم تكون قطع باش تقعد تبان لنا في الاكله تاعنا، تقعد يعني ظاهره هكذا تشوفيها. نكمل هذه الطوماطيش ونبدا نقطع فيها. راح نقلوها في زيت زيتون، اليوم راح نستعملوا زيت زيتون في الماكله تاعنا، راح تجي اكله ما شاء الله بنينه كما قلت لكم وصيفيه. نبدا نقطع فيها، نحيلها هذاك العلف الدخلاني، هذيك القطعه هذه اللي جامي يعني طيب تقعد دائما يابسه، نحيها ومن بعد نبدا نقطعها هكذا كما راكم تشوفوا قطع. ما تنحولهاش الزريعه، نخلوها يعني نسحقوا لها الماء تاعها لخاطر باش يطيب كلش فيها. في الاخر يعني ما حاش نستعملوا بزاف هنا الماء، غير في الطوماطيش والماء تاعها في الجوج تاعها هذا لاصوص تاعها راح طيب هذه الاكله. دوك نكمل نقطعها كاع ومن بعد نجيب المقله تاعي ونحط فيها، راح نبدا كلش يعني نحطو كما نقولوا كلش على ضربه واحده، هي والزيت مع الدوزين تاعها، ومن بعد نحط الكل في النار. راحش تاخذ لك وقت بزاف، طوماطيش تمتم طيب يعني ما حاش تاخذ وقت بزاف. جبت المقله كما راكم تلاحظوا وحطيتها لداخل ونكمل العمليه. هذه عمليه سهله وبسيطه جدا. ومن بعد تك نجيبوا البطاطا تاعنا كما راكم تلاحظوا كما راكم تشوفوا فيها. البطاطا تاني كل وحده على حساب الافراد العائله تاعها، يعني على حساب الكونتيتي اللي تحب ديرو. انا جبت هنا قشرت هذه الكميه اللي عندي، ومن بعد تشوفوا كيفاش نقطع الشكل تاعها. نحط هنا زيت زيتون كما راك تلاحظي، يعني ماذا بك تكون كميه شويه بزاف. نسكرفج لها هنايا سنينات تاع الثوم، هنا حطيت 3 سنينات ثوم يكونوا شويه كبار كما راكي تشوفي. ومن بعد نحط لها لي زيبيس، واش نحطوه غير فلفل الكحل، ما تحطي حتى يعني حاجه حتى تابل ابار فلفل الكحل والملح، هذا مكان ما تزيدي ني فلفل عكري ني طوماطيش حتى حاجه، يعني طوماطيش يعني المصبره. نستحقوا غير طوماطيش هذه الخضراء يعني تاع الخضروات هذه العاديه. دوك نجيب البطاطا تاعي نقطعها قطع صغار بهذا الشكل، قطع كما تشوفوا بتيكارو هكذايا، ونقليها. هي بالقليه اللي حتجي بنينه. كاين يعني اللي يحب يديرها فايره، يعني يحب ينقص شويه زيت يقدر يستعملها فايره، اكيد راح تزيد تجيه بنينه، لكن يعني راح تكون كي تكون مقليه هي راح تكون ابن وحتجي هايله. نكمل نقطعها كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نروح نقليها ونحطها اكوتي، ونعاود نولي للطوماطيش ديالي. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه راح تنال اعجابكم، جربوها برك اكيد ما حاش تندموا. وما تنسوش تابونيو هذه القناه وديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين ان شاء الله تعالى. دوك نكمل البطاطا تاعي ونعاودو نولو لهذيك المقله باش نطيبوا هذيك الطوماطيش اللي تاني ما حاش تاخذ لك وقت بزاف في الطياب. كما قلت لكم هذه الاكله تقدروا ترافقوها كي طيبوا الدجاج، ولا تقدروا ترافقوها خاصه مع السردين المقلي، يعني ديروا معها طبق تاع السردين المقلي، راح تجي يعني اكله يعني كما نقولوا متكامله. يعني هذه الاكله ترافق لهذا النوع من يعني من المأكولات كما قلت لكم، السردين ولا الدجاج ولا الكبده مشلمله، اي حاجه كما نقولوا تزيديها مع هذا الطبق. هنا من بعد ما يعني سخن الزيت تاعك كما راكم تشوفوا، بدات الطوماطيش هذيك الطيب، قاعده غير حركي فيها هكايا يعني حتى تتقلى
مليح، ومن بعد نزيدو ليها غير شويه تاع ماء، ما نكترولهاش، قليل برك هذا ما كان قسمه، يعني ما نحطو هذيك البطاطا. ما تنساوش الزيتون، يعني هذا الزيتون المقطع افيلي راح يعطي لها مذاق بنين. بالنسبه للفرماج، اللي تحب دير لها الفرماج تاع البيدون، تحط لها كما نقولوا هذيك تاع الوزن الكبير، تحط لها حجي بنين، تحبي تحطي لها هذيك تاع المثلثات تجي بنين. اي نوع من الفرماج اللي راح تزيديها لهذه المأكولة راح يعطي لها بنة هايلة. يعني اي نوع في دارك يكون عندك استعملي هذاك الفرماج اللي يكون عندك. انا هنايا استعملت فرماج يعني تاع البيتزا اللي نديرو فوق البيتزا مع الاخر، ماشي درك حطيت لها هنا شويه تاع ماء، ومن بعد تك نروح نجيب هذيك البطاطا باش نحطها من الفوق. شوفوا يعني عمليه سهله. هذاك الزيتون راح يمد الرائحه تاعو حقيقه، كي تعودي طيبي فيها راح تبان لك واحد البنه، واحد الريحه هايله ما شاء الله. كي تقولي اكله تاع الصيفيه معناتها اكله تاع الصيف بامتياز. دوك نكمل ونغطي عليها. قبل ما نغطي عليها نحط هذيك البطاطا قبل كيما راكم تشوفوا من الفوق، ونخلطها غير ابان غير شويه، وما نخليهاش بزاف، غير قسمه تخلطيها. نجيبوا البيض تاعنا. هنا البيض على حسب الكميه وعلى حسب يعني الكونتيتي اللي درتيها. انا حطيت حوالي 3 حبات، تقدري تحطي حتى 4 حتى يعني 5 كيما حبيتي ديري لها. حبيتها تكون بزاف فيها البيض ولا تحبي قليل كيما حبيتي، كيما يعني يهوالك. المهم لازم يكون البيض حاضر. غير نخلطها برك كيما راكم تشوفوا، نروح نجيب هذاك البيض ونحطه من الفوق. غير يبدا نشوفوا هذاك البيض برك بدا كما نقولوا بدا ينشف. هذا ما كان غير بدا ينشف، نزيدو نحطوا الفرماج من الفوق. ندير هذاك البيض كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه، نحطو كاع من الفوق على وجه هذا البلا. راح يجي المنظر تاعو شباب ويجي بنين، يجي هايل. يعني واللي حبت تحب تحط لها شويه طون ولا اي حاجه كذلك، يعني راح يزيد يعطي له بنه واحده اخرى. هنا نشف شويه تاع البيض، يعني بدا ينشف، غير كيما قلت لكم يشوف ابدا يرمي عليه هذاك الفرماج من الفوق وغطي عليه وخليه يذوب عليها. ان شاء الله يا ربي هذه الوصفه تجربوها برك، اكيد اكيد راح تعجبكم. في الاخير شوفوا واش نتحصلوا على هذا الطبق البنين تاع التغماس. ديري معاه المطلوع ولا ديري معاه الخبز راح يجيك هايل. تقدري ديري حتى سندويشات داخل المطلوع ولا ميني مطلوع، راح يجيك هايل. ان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. ما عليكم غير انكم تجربوه، وبالصحه والهنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في وصفه اخرى ان شاء الله.